اخواتي الزملكاويه صباح الفل عليكم. من امبارح ورجاله كتير من المتابعين بتوعنا الناس المحترمه باعتين لي على موضوع محمد شحاته، وبعتين لي عايزين نرد على الناس المرضى اللي بتشمت في محمد شحاته وبتتشفى فيه بسبب وفاه والده وضياع ضربه الجزاء. بس اعذروني للناس اللي طلبت مني الطلب ده، انا بصراحه مش هرد عليهم وهلوم عليكم انتوا وازعل منكم، عشان انتوا كده بصراحه مش عارف انتوا شايفيني ازاي. انت كده يا صديقي مش عايز نرد، انت كده بتقل مني، عشان الاشكال اللي انت بتتكلم عليها دي مجرد مجموعه من ولاد الاحابي. وانا بصراحه من صغري ما اتعودتش اخش خناقه مع اولاد الاحابي. من صغري كده من ايام ما كنا في الاعدادي وفي الثانوي، لما كان بيبقى في خناقه مثلا مع اصحابنا في المدرسه كنت بروح الخناقات الحرشه. يعني مثلا يقولوا لي معانا خناقه مع مدرسه الصنايع، مدرسه الزراعه، العيال بتاعه التدريب المهني اللي مقطعه بطاقتها. انما مثلا لما كانوا يجي يقولوا لي مثلا عندنا خناقه مع مدرسه اللغات اللي على الشارع، كنت بسيبهم يروحوا لوحدهم. تخيل ما كنتش بروح خناقه مع مدرسه اللغات وانت عايزني اتخانق مع مدرسه الخوا جات. طب انت كراجل متابعني ترضاها لي؟ يعني لو عايزني اخش خناقه باسمك اختار لي خناقه تليق بيا، انما عايزني اخش معاك خناقه مع شويه اشكال هم اصلا وجودهم في الحياه نتاج علاقه جنسيه بين برص ذكر وسحليه. شوف لي صاحبي حد ناشف كده نتخانق معاه. وبمناسبه النشوفيه بقى، عايزين نتكلم في حاجه بصراحه ما عجبتنيش امبارح وبعد الماتش ما خلص. بصراحه شفت مناظر ما عجبتنيش، شفت رجاله عماله تعيط ورجاله عماله تولول، ومناظر بصراحه الواحد يستحي يتكلم عليها. اما اشوف راجل اعلامي شنبه بعرض وشه واقف ينهنه في الاستاد. ايه يا عم الحاج، يعني هي الكاميرا لما تجيبك وانت عمال تعيط ووشك احمر انت كده بقيت زملكاوي قوي يعني؟ يا اسطى ده احنا اساسا جايبينك من قناه الاهلي. معلش انا من وجهه نظري ايه يعني بطوله خسرها الزمالك تخلي راجل ينزل دمعه من عينه؟ ايه في حد مات مثلا؟ ابوك مات، امك ماتت، مش اخواتك بخير؟ بتعيط ليه؟ نزعل ويتحرق دمنا ونتخنق بس ما نعيطش. بطوله راحت غارت في 60 داهيه، ما احنا واخدينها مرتين قبل كده. انا واحد من الناس بزعل بقعد ساكت كده لحد ما افك، انما تقعد في الاستاد وفي وسط الكاميرات عمال تعيط لي وتنهنه لي وتولول على ايه يابا؟ يا صاحبي راعي رجولتك وميتين ام الكوره اللي تخليك تعمل كده اساسا. اتمنى تكون الرساله وصلت، واشوف وشكوا على خيرة الله. احلى اخوات واحلى زملكاويه.